حكم العسكر. Yes for democracy, no for military coup. Yes for democracy, no for military coup. يسقط حكم العسكر. ما تعبناش ما تعبناش. سلمية 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 سلمية. حضرتك اخوانيه؟ لا ما تعرفيش حاجه عن الاخوان خالص، عمرك ما انضيت الاخوان. امال ليه بيقولوا كل الناس اللي بتأيد مرسي ان هم اخوان؟ لا احنا بنأيد الحق، احنا عايزين الحق، احنا عايزين شرعيه، عايزين صوتنا اللي احنا صوتنا. طب وايه حكايه المخطوفين ذهنيا؟ هل انت مخطوفه ذهنيا؟ لا طبعا. يعني صحيتي من النوم الصبح لقيت نفسك هنا؟ لا طبعا. انا انتخبت مرسي وانا عايزه رئيس مرسي هو اللي يحكم البلد 4 سنين زي ما انا كنت عايزه، وبعد كده لو ما حدش مبسوط منه متضايقين منه ما انتخبوش تاني، محدش ينتخبه تاني. ماني ثانكس. انت اخوانيه يا اموره؟ انضميتي الاخوان امتى؟ انا دايما مع الاخوان. دايما مع الاخوان. ماشي يا حبيبي. انت انضميت للاخوان امتى؟ بيقولوا ان انت مخطوف ذهنيا. نعم. ما بيقولوا ان انت مخطوف ذهنيا. مخطوف ذهنيا؟ ايوه. من قال لك انا مخطوف ذهنيا؟ ده حقيقي. هذا شعار. يعني المخطوف ذهنيا هم اللي موجودين في ميدان التحرير يا اخي. احنا لسنا، لا، المخطوف ذهنيا هو السيسي والانقلابيين. يعني ما صحيتش من النوم الصبح لقيت نفسك هنا فجأة كده من غير ما تعرف ازاي جيت؟ لا كيف يعني انا اعرف، احنا دائما في الميادين حتى يسقط حكم العسكر. حتى يسقط حكم العسكر. نعم. يسقط حكم العسكر. نعم يا اخي الكريم، نحن مخطوفون ذهنيا عندما يصبح الضحية جلاد والجلاد ضحية. عندما تنقلب الموازين فنصبح مخطوفا. سبحان الله، اصبحنا غرباء. من يدعو الى الشرعيه. الله اكبر الله اكبر. من يدعو الى الشرعيه، من يساند من اجلها ويجاهد ويساند المرابطين في ارض الميادين. اصبحوا مخطوفين ذهنيا. نعم نحن مخطوفين ذهنيا. يسقط حكم العسكر. وسنرجع العقل وسنرجع العقل لهؤلاء الجبناء، لهؤلاء الخائنين إن شاء الله. ولكن رغم ذلك نبقى لا عنفيين ورحماء، ونطلب الله لهم المغفرة والرجوع، لأننا نحن نبقى في الميادين ونساندهم أينما كنا وأينما كانوا، فهم إخوة. فإما تهدر دمهم ويهدر دمنا، نبقى نساندهم إلى يوم القيامة، والحق حق والباطل باطل. والآن بهذا الابتلاء الله سبحانه وتعالى يمحص الحق مع الباطل، ونحن دائما مع الحق، والله يثبتون على الحق ومرسي على رأسنا. ونحن لا نقول أنه خطأ وعمل كذا، هذا هو الحمق. إذا كانت عندهم الميديا الكاذبة التي تدجن العقول وترى التفاصيل وتكبر وتقارنها مع هدر الدماء، لا يتكلم عن هدر الدماء إخواننا، هدر دمائهم في الميادين بدم بارد. أشكرك جدا. أنت حضرتك منين؟ أنا مغربي. يا أهلا وسهلا بيك. شكرا لتضامن شعب المغرب كله. مسلم وأساند الإخوان. بنشكر تضامن شعب المغرب. شكرا ليك. شكرا أخي. عربي بليز. عايز اسال حضرتك، بيقولوا انك انت مخطوفه ذهنيا، تحبي تقولي لهم ايه؟ انا مصريه وبأيد الشرعيه وبأيد الصندوق، مش عايزه صوتي يروح في الزباله، عشان كده بدافع عن حقي، بحاول. حد اداكي زيت او سكر؟ انا بشتري زيت وسكر عشان اشرب شاي، صح؟ ممكن واعمل زيت قبل. يعني المرشد ما جاش هنا ووزع على الناس دي كلها زيت وسكر؟ ده فين ده؟ في الاندر جراوند على حسابنا يعني. طب بتحبي حضرتك تقولي ايه؟ بحب اقول وايه اللي جابك النهارده هنا؟ كفايه استهتار بعقليه الناس، واستخفاف بعقليه الناس. احنا يعني بنعرف نفكر كويس قوي، محدش بيفكر لنا ولا يفرض علينا فكر معين. يعني احنا جايين ندافع عن الديمقراطيه، حتى لو في مننا ما انتخبوش مرسي اصلا، بس في يوم من الايام ممكن ننتخب حد يعملوا معاه نفس الحكايه. فيعني ولو هتقولي كلمه للسيسي هتقولي له ايه؟ اتق الله. عايزه تقولي له ايه؟ اقول له حسبنا الله ونعم الوكيل. حضرتك جايه النهارده هنا ليه؟ ليه؟ عشان اعيش الشرعيه. هل حد خطبك ذهنيا؟ يعني صحيتي من النوم لقيتي نفسك هنا كده؟ مخطوفه ذهنيا، مخطوفه بالشرعيه. اشكرك. تحبي تقولي ايه للسيسي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تحبي تقولي ايه للسيسي؟ ارحم.
تحبي تقولي ايه للسيسي في كلمتين او كلمه براحتك؟ ارحل. لا يحس على دمه، يعني اللي هو مش عارفه ازاي بينام بالليل. فين الزيت والسكر اللي انت خدتيهم؟ انا مش شايف معاكي اي حاجه. فين الزيت؟ والله كده، والله العظيم كده. انت معلش حضرتك اسال سؤال، جاي النهارده ليه؟ جاي تقول ايه النهارده؟ يعني بنعمل واجب يعني مع الناس بتقول ايه لاخوانك في مصر المعتصمين؟ نفسنا نبقى معاكم يعني. يعني حضرتك معاهم، انت مش مخطوف ذهنيا ولا حاجه؟ لا. ايه الحكمه ان احنا نتلم في حته واحده؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. فممكن بس توجه كلمه للناس اللي في رابعه، واسال يعني حضرتك جاي النهارده ليه؟ اوجه كلمه لكل مصري مش لرابعه بس. لكل مصري. ايوه صح. بان احنا كشعب نستحق حياه كريمه في حريه وفي ديمقراطيه، وكفانا 60 سنه من الاستبداد العسكري اللي اخر البلد قرون طويله، ويجب ان احنا نقدر تماما السنه الوحيده اللي مرت علينا كلنا واحنا احرار وفي نعمه التمتع بالديمقراطيه وباختيارنا الحر لرؤسائنا ولمؤسساتنا، ونستعيد هذه السنه بان احنا نكافح الانقلاب العسكري الفاشل الدموي ونسقطه حتى تعود مصر حريتها وكرامتها ونتحرر من استبداد العسكر. تحب تقول ايه للسيسي؟ أحب أقول للسيسي أنه أخطأ حساباته، لأن الشعب المصري لم يكن يحتاج لتدخل الجيش في السياسة، لأن هذا التدخل كان سببا كبيرا في فشل مصر وفي انهيارها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وكان آن الأوان لتصحيح الأوضاع ده عندما قرر الرئيس مرسي أن يعود الجيش السكنات. فكان الأولى بالسيسي وهو رجل عسكري أن يحترم هذا القرار السليم الذي يمكن للجيش الأداء بدور مشرف ولا يتخذ جانب مع فريق من الشعب في بقية الشعب، والأولى به الآن أن يصحح هذا المسار بأن يسحب دباباته ويوجهها ناحية العدو الإسرائيلي بدلا من توجيهها في صدور الشعب المصري المسالم الأعلى. اشكرك جدا جدا على اللقاء ده، شكرا جدا. انا عايز اسمع كلمه من الناس المغيبين ذهنيا. حضراتكم لا عربي لو سمحت، اديني عشان بس انا بوجه للناس في مصر. تحب تقول للناس ايه في مصر باعتبارك مغيب ذهنيا؟ اقول للناس في مصر ربنا يعينكم ومش انتوا لوحدكم اللي مضحوك عليكم، احنا كمان هنا في لندن معاكم علشان حقنا في الانتخاب وحقنا في الاختيار، سواء انت كنت مع مرسي او ضد مرسي، انت اخوان او غير اخوان، القضيه هي قضيه اختيار، قضيه حقنا في الاختيار، حقنا في التعبير. لو احنا اتنازلنا عن المرشح الرئاسي اللي اخترناه النهارده والبرلمان اللي اخترناه النهارده والدستور اللي وافقنا عليه، مفيش حاجه تمنع ان يجي دستور بكره ويجي وننتخب رئيس ما يعجبش العسكر يشيله تاني يوم ويقبض على المناصرين دي ويعتقل ويقتل. فالقضيه ليست قضيه فرد ولكن قضيه مبدا، قضيه حقنا في الاختيار، وانا جاي هنا ومعايا اولادي والاطفال ان شاء الله ربنا يخيرهم لك. هل تعتقد ان ممكن في اي مرشح رئاسي ممكن يحكم مصر باراده حره بعد الانقلاب اللي حصل، لو حصل لا قدر الله ان الانقلاب ده نجح؟ لا، يعني الانقلاب بيشيل حريات الناس وبيقتلوا الناس وبيعتقلوا الناس وبيمنعوا حريه الراي وحريه ان الواحد يعني صوته يروح، وان احنا لما نعمل فوتنج ونعمل يعني نحط صوتنا يبقى المفروض ان احنا نحس ان احنا عندنا الحريه، ان انا صوتي ده ليه ثمن، مش يجي انا اعمل فوتنج ويجي حد بعد كده يشيله ويدوس عليه ويتجزع. انا عايز احس ان انا حر، انا باخد قراري بنفسي. انا لما عملت فوتنج لمرسي يجي مرسي او لو كان البرادعي او لو كان عمرو موسى، اي واحد منهم لو كان الكتد انا كنت هقف معاه. تحب تقول كلمه ايه للسيسي؟ كلمه واحده للسيسي. انا بقول للسيسي ارحل ويعني سيبه من مصر، يمشي من مصر ويسيب مصر لانه هو قاتل. ثانك يو فيري ماتش. السلام عليكم، انتوا جايين النهارده هنا ليه؟ هل انتوا مخطوفين ذهنيا او واخدين زيت وسكر؟ انا مخطوفه ذهنيا. اوه انا مخطوفه باين عليا؟ شفت انا مخطوفه تماما.
والله جايين عشان الديمقراطيه، عشان الحق اللي اتسلب، علشان البلد اللي اتسرقت، عشان الاقتصاد اللي باظ، عشان ده اول رئيس انتخب لمصر، ده اول رئيس. كفايه بقى ذل، كفايه عسكريه، كفايه شرطه، كفايه استبداد علينا، كفايه مصر نفسها تشوف الحريه. هو اللي جاب لنا الحريه، وان شاء الله ربنا هيجيب لنا الحريه على ايد الشرعيه. حضرتك منقبه، حد هنا بيأذيكي او بيعمل اي حاجه اوفنسيف، حد بيضايقك؟ والله انا شايفه ان الانجليز والاجانب يعني سو سبورتيف، بالعكس بيحيونا ويساندونا، لان هم فاهمين يعني ايه ديمقراطيه، يعني ايه elected president، يعني ايه ما معنى ذلك، يعني مهما كانت اخطاؤه لابد ان يتم مدته ثم نحاسبه بعد انتهاء المده، ناتي به مره اخرى او نطيح به كما فعلنا في توني بلير. توني بلير عندما حارب وضع جنوده في العراق حاربناه بالانتخاب كجاليه مسلمه وسقط. هذه هي الديمقراطيه. للاسف من هم في مصر عندما يرون هكذا بعضهم مر عليهم انتوا واخدين كام؟ فعلا بعض المصريين يقول لك انت واخد كام؟ فبمنتهى البساطه اذا كنت انت قد اخذت دفعوا لك فهم دفعوا لي، لم يدفع لي احد، ولكن انا هنا من اجل الشرعيه والديمقراطيه والحق المسلوب. انا نزلت هنا انتخابات، جيت هنا لندن 5 مرات اذهب للسفاره انتخب، 5 مرات، مجلس شعب، مجلس شورى، رئيس منتخب، دستور، 5 مرات اتيت للسفاره، وفي الاخر يلا طز صوتك في الزباله. لا ارضى بذلك، انا لا ارضى بذلك، انا لا ارضى بذلك، لا ارضى. سؤال، انت جاي حضرتك وبنتك النهارده معاك؟ ايوه. فين الزيت والسكر اللي خدتوهم؟ زيت وسكر؟ ايوه. لا ده احنا خدنا لحمه العيد والكحك. تحب تقولي ايه للسيسي في كلمه؟ احنا عاوزين الرئيس مرسي، يعني he's our voted president، احنا اخترناه، هو رئيسنا مش السيسي، احنا عاوزين مرسي. تحب تقول ايه للسيسي في كلمه؟ كلمتين، بدل كلمه اقول له اتق الله، واقول له الشرعيه هي الطريق الوحيد ان مصر تنعدل، وعشان خاطرك بس لو مرسي بتضايقك طيب مرسي. تحب تقول ايه للسيسي في كلمه؟ مش هقول للسيسي، انا هقول الاول لاخواتنا اللي في رابعه وفي النهضه اللي احنا معاكم قلبا وقالبا، ولكل الاحرار مصر في جميع الميادين. نحن احرار لندن واحرار مصر واحرار العرب في كل مكان معاكم قلبا وقالبا. وللسيسي مهما تعمل يا سيسي ده امر ربنا ان شاء الله، وامر ربنا نافذ، واحنا مش علشان مرسي ولا عشان الاخوان، احنا علشان خاطر مصر، عشان خاطر النظام الديمقراطي المزعوم اللي انتوا بتتكلموا عليه. ثانك يو. تحب تقول ايه للسيسي في كلمتين؟ احب اقول للسيسي اتق الله اتق الله اتق الله، واحب اقول لاخواننا المغتصبين ذهنيا للاسف الشديد، هم اخواننا مهما يحصل منهم، هم مغيبين ولست مغيبين، زي ما قلت في الاول هم مغتصبين ذهنيا. اتقوا الله، افلا تعقلون ايها المصريين، اتقوا الله. ثانك يو فيري ماتش. اللي حصل في مصر، كمان نسمع العالم ان ما يحدث في مصر هذا لا يحدث حتى في جمهوريات الموز. يعني مجموعه من الانقلابيين، الجيش، قياده الجيش، مجموعه من الفشله الذين يسمون انفسهم القوى المدنيه، والذين فشلوا في كل الاستحقاقات الانتخابيه، فلم يجدوا طريقا الا ان يدفعوا بالجيش الى خضم المعركه السياسيه. فالان حرصا منا على جيشنا وحرصا منا على وطننا، وبعد ان ذاق الشعب حلاوه الحريه والديمقراطيه خلال عام، لا اظن ابدا ان احنا على استعداد ان احنا نرجع الى عصر الدكتاتوريه وحكم الجيش مره اخرى. ثانك يو. حضراتكم جايين النهارده هنا ليه؟ اولا احنا مش طالبين اي حاجه من اي حد، احنا بنطلب من ربنا، احنا مش واقفين هنا علشان يعني احنا بس بنعبر عن راينا للعالم كله، ولاننا مش قادرين نكون مع اخواتنا في رابعه هناك والنهضه، فاحنا جايين نقف هنا ونعلن راينا. المصريين مش هم بس اللي نزلوا التحرير وقالوا لا لمرسي، واحنا مش واقفين عشان مرسي، رغم اني انا عايزاه يرجع طبعا، بس احنا واقفين عشان الشرعيه، عشان مصر تمشي في دوله ديمقراطيه ونكمل بالنظام ده. وقت ما نكونش عايزين رئيس ما نعزلوش بالطريقه المهينه دي،
نعزله بالانتخابات الحره زينا زي احسن دوله في العالم، لان مصر ما تقلش عن اي دوله، فانا صوتي من حقي انزل ادافع عنه. هل انت مخبيه ورا اليافطه دي اي زيت او سكر؟ حد مخبي زيت او سكر جنب ورا اليافطه الكبيره ديت؟ في البيت بقى، في البيت. حضرتك جايه النهارده ايه الصوت ايه اللي انت عايزه توصليه للناس في رابعه او في النهضه؟ انا عايزه اقول انا لا من الاخوان ولا من اي فصيل سياسي، انا بس معلش انا كنت وانا حضرتك يعني انا يعني ورا كده ببص لقيت في هنا زيت وسكر وراكي على طول، ورا اليافطه دي على طول كده. تعالى شوف، اتفضل اهلا وسهلا. اجيب لك كحك وبسكوت في العيد، مخطوبين ذهنيا. يعني حضرتك صحيتي الصبح من النوم لقيتي نفسك فجاه هنا؟ بالظبط كده. هل ده حصل معاكي؟ صحيتي النهارده الصبح لقيتي فجاه نفسك هنا؟ طبعا طبعا انا موجوده هنا وهظل هنا وهظل دائما مع الشرعيه والديمقراطيه. طب معايا كلكم بصوت واحد يا جماعه، يسقط يسقط حكم العسكر! 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 ليه للناس في مصر؟ انت جاي النهارده هنا ليه؟ او من الاخر كده خدت زيت وسكر؟ زيت السكر؟ مش فاهم. لا اصل هم بيقولوا ان كل اللي بيدعم مرسي بيكون خد زيت وسكر، هل ده حصل معاك؟ انت ايه اللي انت عايز توصله للناس؟ ايه اللي انت عايز تقوله للناس في مصر؟ نوري بقى احنا مع المعتصمين في مصر، معاهم ناس معاهم في العالم كله، في بريطانيا وفي البلاد كلها، يعني ما ينفعش نسكت على ده، واحنا عايزين نحاول نقول ان احنا عملنا حاجه لوجه الله معاهم برضه. فجايين هنا في لندن واقفين اعتصام سلمي هنا، نهتف ونوري الناس يعني raise awareness ان شاء الله. اوكي ثانك يو فيري ماتش. اوكي what's your name? You speak Arabic? شوية شوية. اسمك ايه؟ يوسف. Why are you here, Yusuf? To get democracy. Democracy. Do you like Morsi? Yes. Okay, can you repeat after me? يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. Yes, يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. أعلى 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 يوسف. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. Thank you يوسف. Well done. حضرتك جاي النهارده هنا ليه؟ ابنك؟ شكرا جدا يوسف، أنا بشكرك على القضاء. حضرتك جاي النهارده ليه هنا؟ احنا جايين هنا علشان raise awareness باللي حصل في مصر. that it is a military coup، يعني انقلاب عسكري مكتمل الأركان ومغطى. يعني احنا عايشين هنا في بريطانيا وبننعم بالحرية والديمقراطية. we feel very sorry، يعني زعلانين جدا على بلدنا ان اول تجربة ديمقراطية تحصل في البلد تقتل بعد سنة واحدة قبل ما الرئيس المنتخب ديمقراطيا ياخد اي فرصة في ان هو يحسن اوضاع البلد بعد 32 سنة من حكم ديكتاتوري. طبعا اكيد كان في اخطاء ممكن زي اي حد بياخد الحكم في الاول، يعني انا فاهمه ان الانستتيوشنز المؤسسات كانت ضد الرئيس، مؤسسه الشرطه كانت ضده، المؤسسه العسكريه كانت ضده، مؤسسه القضاء كانت ضده. فازاي هو كان ينجح؟ يعني هو يعني ما كانش بيحكم يعني. ف يعني الواحد طبعا حزين جدا على اللي حصل في مصر. تقولي ايه للسيسي في كلمه؟ عايزه تقولي له ايه بشكل عام؟ معاكي الوقت، عايزه تقولي ايه للسيسي؟ قبل ما ينام هل هو ضميره مرتاح؟ ضميره هو مرتاح. عمله لو ضميره مرتاح خلاص ينام. يعني قاسوا المساحه بتاعت ميدان التحرير. معلش بس اسال حضرتك، بيقولوا انك حضرتك من الاخوان، ده حقيقي؟ معلش بس انا حازمون. حضرتك حازمون. ممتاز. حضرتك جاي النهارده هنا ليه؟ جايه النهارده علشان ضد الانقلاب العسكري، لانه انا مع الديمقراطيه عشان اشوف بلد زي تقولي اشوف بلدي احسن. تقولي ايه للسيسي؟ اقول له انه دمر الحلم الديمقراطي او حلم التحول الديمقراطي لمصر، ودمر الثوره،
وهو كان قائد الثوره المضاده، وان احنا مش هنسامحه طول عمرنا على مش بس على اللي اتقتلوا او اللي قتلهم هو، بس على مستقبل مصر كله، مستقبل كل ولادنا. حضرتك ما خدتيش اي زيت او سكر؟ حضرتك تحب تقول ايه كلمه للسيسي؟ السيسي يعني احنا عارفينك ازاي انت مجرم، وعارفينك ازاي انت. حضرتك مش مصري؟ لا. وجاي تتضامن مع اخوانك المصريين، حضرتك منين؟ من العراق. اهلا وسهلا بيك، اتفضل. احنا بنتضامن مع مصر عشان بيضمنوا الديمقراطيه، والسيسي مش دمر حلم الديمقراطيه عند مصر بس، عند الدول العربيه كلها. لان معناها اي ديمقراطيه بتجي باسم حد مسلم ولا حاجه زي كده حيحاربوها، زي ما عملوا بحماس وزي ما عملوا في الجزائر وزي ما عملوا في حتت كثيره. هو يعني بس ده يخدم المخطط الامريكي الصهيوني عشان بيحارب الديمقراطيات الصحيحه في الدول العربيه وليست الديمقراطيات الزائفه. اشكرك جدا، ثانك يو فيري ماتش. معلش اسال حضرتك سؤال، الكلمه اللي عايزه توصليها للناس بوقفتك النهارده عايزه تقولي ايه؟ نعم؟ عايزه تقولي ايه للناس؟ وقفتي جايه النهارده تقفي هنا ليه؟ عايزه تقولي ايه للناس؟ عشان كمصريين احنا وي ونت ديموكراسي، عايزين ديموكراسي. ايا كان اللي هياتي اللي موجود او هيجيب الديمقراطيه دي، سواء مرسي او غير مرسي، انت مش جايه عشان مجرد مرسي وبس، صح؟ صح. ثانك يو. انت عايزه تقولي للناس ايه في رابعه وفي النهضه؟ عايزه اقول لهم خليكم صامدين، ندافع عن حق البلد دي، مش عن الاخوان المسلمين ولا عن مرسي بس، احنا بندافع عن مبدا وعن الديمقراطيه المفروض انها كانت تكون موجوده. والمجلس العسكري جه شال مرسي بطريقه اللي كان ممكن يشيلوه لو اللي كان ليه اخطاء كان ممكن يتحاكم، لان في بند في الدستور بيحاكم الرئيس لو اخطا، او يشيلوه بطريقه ديمقراطيه سواء باستفتاء او بمجلس شعبي كان المفروض يحصل في سبتمبر. فاحنا هنا بندافع عن حقنا وعن حق اصواتنا وعن حق المصريين كلهم في ان هم يقولوا رايهم من غير ما يتقتلوا ويحصل في حقهم مجازر. ثانك يو فيري ماتش. معلش انا عايز اسال حضرتك، يعني انت بتحتاج بصوره فريده شويه مختلفه عن كل الناس اللي واقفه في المسيره الاحتجاجيه، انت عايز تقول ايه بوقفتك ديت؟ انا عايز اطالب بالديمقراطيه في مصر اللي هي انتزعت بالانقلاب العسكري اللي حصل ده، وعايزين نرجع الرئيس مرسي ان شاء الله عشان هو لسه ما كملش مدته ال4 سنوات، وغلط ان هو ينقلب عليه الجيش كده. وعايز اقول ان الشعب كله عايز الرئيس مرسي ان شاء الله، وان هو ده اللي قال الصندوق، ولو حد مش عايز الرئيس مرسي ما ينتخبوش في الدوره الثانيه علشان يسقطوا، بس ما ينفعش يحصل الانقلاب ده. انت واقف هنا من الساعه كام؟ الساعه 3 على الحاله دي من الثبات. انا بنتكلم تقريبا يا جماعه في يعني مثلا في ساعتين تقريبا على الحاله دي من الثبات، ما بيتحركش من مكانه. ده كله عشان انك انت عايز تدعم الناس اللي في نهضه وفي رابعه. تقول ايه للسيسي في كلمتين؟ ارحل. ثانك يو. حضرتك النهارده جايه عايزه تقولي ايه للناس في رابعه وفي النهضه؟ جايه تشاركي مع الناس هنا في الوقفه المسيره دي ضد الانقلاب، عايزه تقولي لهم ايه؟ عايزه اقول ربنا معاهم وان شاء الله نصر قريب باذن الله، بس لازم نصبر وان احنا مش المفروض نرجع عن اللي احنا بدانا مع الديمقراطيه ضد الانقلاب اللي حصل ده بلطجه، ما ينفعش يعدي كده بالسهل. ان شاء الله ربنا معاهم وان شاء الله ربنا هينصرهم باذن الله. طب معلش سؤال اخير، حضرتك انضميتي للاخوان امتى؟ انا ما انضمتش للاخوان. يعني حضرتك مش اخوان؟ لا مش اخوان. يعني ممكن تكوني ضد الانقلاب ومؤيده للشرعيه بس مش لازم تكوني اخوان؟ مش لازم اكون اخوان. ما حصلتيش على زيت او سكر؟ لا. ما فيش اي مثلا حاله من الخطف الذهني زي ما هم بيقولوا؟ حصل. خطف ذهني بيقولوا ان الناس مفيش خطف ذهني الحمد لله. اخر كلمه تقولي للسيسي كلمه واحده عايزه تقولي له ايه؟ منك لله وارحم. ثانك يو فيري ماتش. يوسف.